تخيل كده تتولد في منطقة جغرافية مختلفة عن اللي انت فيها. انت ممكن تعيش عمرك كله ما يجيلكش اي مرض، كمان ممكن تعيش اكتر من ضعف عمرك. تخيل ان المنطقة دي او الشعب ده الستات فيها بتولد في سن 70 سنة، ومتوسط الاعمار عندهم الناس بتموت بين 145 ل 160 سنة. بنتكلم عن قبيلة الهنزة، ودي قبيلة مسلمة بتعيش في شمال باكستان. ناسها بتعيش في المرتفعات بجبال الهيمالايا. الموضوع كان لغز محير العالم كله، لغاية ما جه باحثين قرروا ان هم يعيشوا معاهم عشان يعرفوا ازاي الناس معمرة بالشكل ده وازاي ما بيتعبوش ابدا. بعد ابحاث كتير عرفوا ان نمط الحياه بتاعهم هو السبب في اللي هم فيه. الميه العذبه اللي بيشربوها فيها كل استفادات الجسم. الاكل بتاعهم عباره عن فواكه وخضار والبروتين من الجبن والبيض والالبان بس، والاستحمام من الماء البارد طول السنه، وكل يوم المشي لمسافه اكتر من 20 كيلو. وعايز اقول لك طبعا غياب التكنولوجيا الحديثه خلاهم يعملوا مجهود اكتر بكتير من الطبيعي عشان استمراريه الحياه. لو انت لسه متابعنا لغايه دلوقتي، صلح ابن النبي عليه افضل الصلاه والسلام.